كل سنة بتبدأ بنفس الطريقة، وكل سنة في طالب بيكسب وبيعرف ان هو اختار صح، وطالب للأسف بيكتشف متأخر ان اختياره كان خاطئ. والاختيار اللي هتختاره دلوقتي هو اللي هيحدد نتيجتك كمان 11 شهر. عشان كده لازم تسمعني كويس وتركز قوي في اللي انا هقوله. انا مش جاي اقول لك ان انا افضل واحد في الدنيا وان انا اجمد واحد في الدنيا، بس جاي اقول لك ان احنا حاطين نظام مدروس بعناية وتعبانين فيه قوي، نظام يحترم وقتك وجهدك، نظام متجرب ومبني على خبرة 35 سنة مع عقول مختلفة وأجيال مختلفة، تخرج منهم دكاترة، في منهم أساتذة دلوقتي على فكرة، في منهم أساتذة في القصر العيني، وفي منهم صيادلة، وأنت مش أقل منهم. في ثالثة ثانوي مفيش وقت إنك أنت تجرب، لازم تدخل على الصح من البداية وتكون عامل زي السهم بيخرج هو عارف رايح فين. وعشان كده خليني أحكي لك عن نظامنا اللي هنمشي بيه السنة دي. إحنا عندنا نظامين، نظام للسنتر ونظام للأونلاين. نمرة واحد نظام السنتر بنعمل فيه ايه؟ نمرة واحد الشرح اللي بنعتمد فيه اساسا على تحليل المعلومة واستنتاج نواتج التعلم اللي هي الوزارة بتبني عليها الاسئلة بتاعتها. معناه ايه هذا الكلام؟ معناه انك انت بتبقى عندك معلومة في المنهج نظري، هل انت معتقد ان السؤال بيجي لك على المعلومة دي؟ خالص. ولكن المعلومة دي انت بتستنتج منها حاجة اللي هي كلام ما بين السطور، ده اللي بيجي فيه السؤال، وده اللي بنعتمد عليه في شرحنا، انك انت تعرف تحلل المعلومات وتربطها ببعض وتبدا انت تستنتج السؤال، وده علشان تعرف تحل اي سؤال حتى لو كانت فيه تريكه مش باينه، وده النظام اللي بتعتمد عليه الوزاره. وفي الجزء بتاع الشرح مش هنسيبك على كده وبس، احنا هنبسط المعلومه قوي ونربط لك المعلومات ببعضها ونخليك تقرا ما بين السطور، وده بيعتمد على شويه خرائط ذهنيه بنعملها لك مع فيديوهات مع صور تثبت المعلومة، تسهلها قوي، تخليك مش هنقول حابب الأحياء، عاشق الأحياء. نمرة 2 حل الأسئلة، واللي بنقسمه لجزئين. في المحاضرة في السنتر بنحل بعض الأسئلة على كل جزئية في الشرح، بحيث إن احنا بنثبت المعلومة دي، وبكده يبقى أنت حليت كل الأفكار على الموضوع اللي اتشرح لك، وده هيديك اطمئنان وهيخليك حاسس إنك أنت مالك الموضوع ما بين إيديك ومركزه كله في دماغك. وحل الواجب هينزل لك على فيديوهات هتترفع على المنصة مع PDF للحل، ولا تعتمد على حلك بس، حتى لو حلل كل الواجب كل الأسئلة كلها صح لازم تشوف فيديوهات الحل. ليه؟ لأن ده هيبدأ يعرفك إزاي تفكر، يبدأ يعرفك إزاي تربط المواضيع ببعض وتكتسب فنيات حل التعامل مع السؤال. نمرة 3 الامتحان بتاع الحصة، وده عبارة عن امتحان على الجزء اللي سبق دراسته، مش الحصة اللي فاتت، لا، في الباب كامل. بص، طول ما احنا موجودين في نفس الباب فالامتحان بتاع الحصة في بداية الحصة امتحان تراكمي، يعني امتحان ثالث حصة في الباب على الحصتين اللي قبل كده، امتحان رابع حصة على الثلاثة اللي قبل كده، لغاية لما نخلص الباب، وبينزل لحضرتك فيديو لحل الامتحان بتاع الحصة. نمرة 4 المتابعة، وهنا عايزين نكون كويسين مع بعض، يعني أنا مش جاي أضايقك ولا انت جاي تضايقني، وانا مش جاي علشان اعصرك واعكنن عليك، ولكن هي وظيفتي معاك غير ان انا اشرح وان انا اكون اب معاك وان انا ابقى كين عليك وخايف عليك، فده اللي هيخليني لازم اتابع معاك. المتابعه دي مش هتبقى معاك انت، المتابعه دي هتبقى مع بابا، هتبقى مع ماما، مع ولي امرك، بنبلغه انت ماشي ازاي، بتحضر بانتظام، ما بتحضرش بانتظام، غبت الحصه دي، واللي هيغيب هيتبلغ ولي امره، واللي هيجيب درجه وحشه، بص احنا هنعديها لك اول مره، يعني لو جبت درجه وحشه في امتحان الحصه مثلا هنعديها، يعني اب مع اولاده كده، ولكن اتكررت المره الثانيه انا لازم اكلم بابا وابلغه انك انت ماشي ازاي، ودي مهمه قوي قوي قوي. هتبقى في متابعه دوريه عن طريق فريق متابعه كامل مع كل طالب، ودي مش رخامه مني، ولكن هي الفكره ايه؟ ان انا ببدل الكراسي، يعني انا لو تخيلت ابني هو مكانك فهبقى عايز المدرس اللي بياخد معاه يبلغني هو ماشي ازاي، هبدل الكراسي وانا اللي هبلغ بابا وابلغ بابا، وده لمصلحتك وخوف عليك ورجاء، يبقى في حب متبادل، عمر ما هيقسى عليك غير اللي بيحبك. وباذن الله موعدنا في السناتر هتبقى يوم الاثنين، الثلاث، الاربع. يوم الاثنين هيبقى سنتر سمارت في 6 اكتوبر الحي السابع، وهيبقى في سنتر اشراقه في الحي السادس في 6 اكتوبر برضه. يوم الثلاث سنتر الامل في شارع السودان، وهيبقى سنتر اشراقه الحي ال11. ويوم الاربع هيكون في سنتر المصري ستار في ارض الجمعيه في امبابه، وسنتر الاي كيو في البراجيل. وتابعوا بقى معانا على الصفحه، هننزل بوست ان شاء الله خلال ايام عن بدايات السناتر، بدايات مواعيد السناتر. والنظام الثاني عندنا اللي هو نظام الاونلاين، اللي لو انت عرفت تطبقه صح هتوفر وقت كتير قوي 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 في رحلتك في الثانويه العامه. ده غير كده هتعرف تركز قوي في المذاكره بتاعتك،
بس تطبقه صح. تعالى بقى اقول لك نظام المحاضره ماشي ازاي في الاونلاين على المنصه. طبعا متقسم، هتلاقي فيه اجزاء كتيره جدا وفيديوهات كتيره قوي. نمره واحد، هيبقى فيه امتحان محاضره اللي هو يقابل الامتحان اللي كان بيبقى موجود في السنتر. الامتحان ده هنكون كويسين معاك في بدايه السنه، هو ليه درجه معينه لابد انك انت تجتازها علشان يفتح لك الفيديو بتاع الشرح. فهنخلي الدرجه دي مثلا من بدايه السنه 90% مثلا، يعني الطالب اللي ما يجيبش 90% ما يفتحش المحاضره، لا كتير 90% في بدايه السنه. طيب نخليها مثلا 70%. 70% كويس قوي لان انتوا شطار يعني. فهتلاقي الامتحان لو ما جبتش فيه 70% مش هيفتح لك المحاضره، يقوم تعيد الامتحان تاني. خلاص جبت ال 70% يفتح المحاضره. المحاضره هتبقى متقسمه بعنايه الى اجزاء منفصله، يعني ما فيش محاضره هي عباره عن دريكه واحده، لا هتلاقي مثلا محاضره جزء اول جزء تاني جزء تالت علشان تعرف تفصل في النص. نمره 3، الحل بقى بتاع الواجب بعد المحاضره. فهتيجي تلاقي 3 فيديوهات دايما في الواجب: فيديو حل كتاب ابن داود، فيديو حل كتاب الامتحان كامل ما يخص المحاضره دي، فيديو حل كتاب التفوق كامل. يعني احنا كتاب الامتحان وكتاب التفوق ككتب خارجيه عشان احنا مش بننتقي اسئله، لا احنا بنحل الكتاب كامل. وبالنسبه لحل الواجب بقى على المنصه، انت بتقدم الواجب بتاعك على هيئه بابل شيت بتملاه على المنصه. مش هياخد منك بعد ما بتحل الواجب في الكتاب، مش هياخد منك تقريبا 5 دقائق زي ما تكون بتعمله مثلا في امتحان اخر السنه، بتبدا تحل وبعد كده بتعلم في البابل شيت. ده اللي انت هتعمله على البابل شيت اللي موجود عندك على المنصه. وبعد كده بقى شوف بقى الفيديوهات بتاعت حل الواجب. وفي فيديو بقى في النهايه بتاعت المحاضره هيبقى زي ما تقول كده ايه، تلخيص للمحاضره او خريطه ذهنيه للمحاضره كامله. انا مش عايز اقول لك ان احنا هنقعد نذاكرها مع بعض، بس في حوالي فيديو صغير حوالي ربع ساعه في نهايه المحاضره. ودي اهميه الربع ساعه، تخليك شايف المحاضره من فوق، لامم ابعادها كويس قوي، ما تبقاش انت في النص على الارض وحاسس انك انت تايه. الربع ساعه اللي بنلخص فيها المحاضره دي كخريطه ذهنيه هتلاقيك لامم الموضوع كامل وباصص عليه من جميع الزوايا. وغير كده بالنسبه لموضوع المتابعه، انت معاك فريق متكامل ماسك موضوع المتابعه ده، وهو اللي هيبلغك ويبلغ ولي الامر انت ماشي ازاي، زي ما كنا واحنا صغيرين كده بيدونا شهاده، حاجه مقاربه لهذا الموضوع. ولو عندك اي سؤال في الماده العلميه فحضرتك هتتواصل مع فريق الدعم العلمي على الرقم ده، اللي هتلاقيه متواصل معاك بصفه سريعه قوي 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 ان لم تكن فوريه يعني ان شاء الله. غير دعم المنصه دي قصه تانية خالص. وفي النهايه انا جاي فعلا علشان اوري لك الطريق اللي هيوصلك لهدفك وللي انت عايزه. السنه دي مش محتاجه مدرس بيطبطب، السنه دي محتاجه حد بيحبك يفتح لك الطريق ويمشي معاك خطوه خطوه، حد عارف كل حفره في الطريق وكل فرصه ممكن تكسبك وقت ودرجات. اضمن مكانك دلوقتي قبل الزحمه، واختار الطريق اللي يحقق لك حلمك ويوصلك للدرجه النهائيه اخر السنه ان شاء الله.